Heyman, you know how this ends. Believed in you. For years, he believed in... He loves to play the victim. Championship to its rightful owner, me. افتتاح عرض دخول البيست ان ذا وورد سي ام بانك. دخل سي ام بانك وقال انا منزعج جدا، بس انا لسه سعيد لان انا لسه بعتبر المكان ده وطني. انا استنيت بعد رسل مني، بس انا مش قادر اوقف عن الانزعاج. انا عندي اعداء كتير هنا، وفي قائمه صغيره من الاشخاص اللي بيحبوني، بس في شخص واحد في المقام الاول هو اكتر شخص مضايقني دلوقتي. كلنا عارفين ان بول هيمان هو بول هيمان، مش اول مره يغدر بيها في رسل منيا 41، لا ده عملها كمان قبل كده في الموني ان ذا بانك 2013. بول هيمان هو مجرد ثعبان تخين. احنا كلنا عارفين ازاي ننهي الامر ده مع سيس رولينز وبول هيمان، وانا وبول وانت عارفين ازاي هينتهي الامر ده، وانا مش قادر استنى حتى انهيه. بيخش سيس فريكر رولينز مع بول هيمان. سيس رولينز بيقول انت لما تقترب من فهم الامر مش هتقدر توقف عن من كونك اناني. الراجل ده بول هيمان كان صديقك المقرب وجعل حياتك مليئة بالخيال. انت عايز تخلينا نصدق ان هو خانك؟ يا بانك انت مريض، عشان الراجل ده امن بيك لسنوات عديدة في الوقت اللي ما كانش حد بيؤمن بيك خالص. هل انت كنت بتؤمن بيه؟ انت كنت مجرد قمامة وفضلات، وكان ايماني صحيح. اعتقد انني فهمت دلوقتي. بانك لازم يكون الضحية في اي موقف. عاوز الجميع يقولوا عنه مسكين. سي ام بانك انت عاوز من الجميع انهم يشعروا بالاسف تجاهك. طيب اعتقد ان انا اقدر احل المشكلة دي. اولا انك تكون مستعد عشان تقول كلمتك الاخيرة يا بانك. بعدها سيس رولينز بيطلب من برون بريكر انه يدخل ويهاجم سي ام بانك، وفعلا برون بريكر بيحاول يهاجم سي ام بانك، لكن بيدخل سامي زين وبيساعد سي ام بانك، وبتصدى لهجومه سيس رولينز. وبعدها بيدخل جاي اوسو يساعدهم هما الاثنين كمان، يعني مدعكة. والبرومو بيخلص على كده. البرومو جامد، برومو فيه كلام كويس، العداوة كويسة يعني، طبعا يعني العداوة جامدة اصلا، وبول هيمان محمسها وسي ام بانك محمسها، بس احنا مستنينك يا عم رومان. انت هتعتزل قريب، يعني عاوزينك كده تظهر كتير، معلش بالله عليك. برومو كويس، برومو يعني ما فيهوش حاجة جديدة، يعني هو بس شوية تحميس كده العداوة ما بين بانك وبول هيمان خلاص. بعدها بقى دخلنا على مباراة بنتا وتشاد جيب، ورجع لنا بات مكافي عشان ينضم لطاولة التعليق مرة تانية. تعملهاش تاني بقى وما تصارعش تاني، ماشي. وكان في سيطرة متبادلة بين الاثنين بنتا وتشاد جيبل، وكان في ماتش كويس جدا ما بين الاثنين، ماتش كويس جدا. وفاز بنتا في الاخر على تشاد جيبل بعد ما عمل له مكسيكان دوستوريور. بعدها رحنا للكواليس، لقينا واقفين مين؟ فين بالور ودومينيك ميستيريو. يعني بيبان يعني ان فين بالور بيوضح له ان هو ما عملش حاجه من وراه، وان هو بيتعامل عادي والكلام ده، لكن احنا باين كل حاجه يعني. وتم الاعلان رسميا ان سي ام بانك وسامي زين هيلعبوا سيس فريكر رولينز وبروم بريكر في ساتردي نايت مين ايفنت. وظهر تاني في الكواليس سامي زين وسي ام بانك. بيقول سامي زين لبانك انهم بحاجه انهم يشتغلوا مع بعض عشان يخرجوا رولينز وبروم بريكر من الطريق، وبعد كده يمكن كل واحد يروح لحاله. بعدها ظهر سيس رولينز وبروم بريكر في الكواليس، وسيس رولينز بيقول لبروم بريكر ان سي ام بانك وسامي زين في مشكله كبيره بسبب اللي عملوه معانا. وبعدها سيس رولينز بيطلب من بروم بريكر انه يساعده في حاجه، بس ما بيبانش هو قال ايه. وبعدها فقره عبيطه كده من جراس اوستن سيري ماشي. يلا ايه الفقره اللي بعدها بقى دلوقتي؟ يا دين امي، هو انت؟ لا رجعوه تاني، رجعوه، مش عاوز. ايه يا عم اللي جابك هنا؟ ناقصاك انت كمان. يا رب مصبرنا يا رب باللقب اللي معاك ده، عرفتني. جي اوسو المين ايفنت دخل وقال يا لوجان بول انت بتقول كل الاشياء ديت وكاني لست مؤهل ان اكون بطل عالم. هو انت فعلا مش مؤهل، ولا انت مؤهل ولا هو احسن منك، بس انت ما واجهتنيش وجه لوجه، وانت عملت كل حاجه من ورا ظهري. بس في الحدث الرئيسي في ليله السبت هينتهي كل حاجه. وبعدها بيقطعوا جونتر. دخل جونتر وقال حصل حاجه محدش كان يتخيلها، وهي ان جي اوسو يبقى بطل عالم. والله شفت، محدش كان مصدق الحوار. تخيل
مين كان يتخيل ان جي اوسو يفوز بالرامبل وبعدها يروح ريسلمانيا ويواجه جونتر ويكسب؟ سبحان الله. والله جونتر كمل الكلام وقال: جي اوسو انا مش عارف اذا كنت هتفهم ولا لا، انا كنت بطل 80% من مسيرتي المهنيه، وانك تكون بطل يعني انك يكون عندك الكتير ما بيتغيرش رايي فيك، انت لسه مش بطل بالفطر. وبيعلن جونتر ان اللي هيكسب ما بين جي اوسو ولوجان بول في ساتردي نايت مين ايفنت هيلعبوا بعدها في عرض الرو. احسنت يا ابني احسنت، عقبال ما تاخده بقى وتدي لاي حد تاني. رد على جي اوسو وقال له انه مش هيدي فرصه للوجان بول ولا او ليك عشان حد ياخد منه اللقب ده، ولما يلعبك في عرض الرو هتكرر نتيجه ريسلمانيا. بالله عليكم لا يا جدعان، بالله عليك كفايه. بعدها بنروح للكواليس، بنلاقي برون بريكر بيهاجم جي اوسو، وبتطلع دي المساعده اللي طلبها منه سيس فريكر رول. ايه السرعه دي؟ طب كويس، ده احنا اتزلنا على ما عرفنا معروف في سي ام بانك. بعدها بقى بنروح لمباراه جامده جدا، مباراه بين فين بالور وايجي ستايل. المباراه دي جامده حرفيا، يعني المباراه كانت جامده جدا ما بينهم، كان في سيطره من فين بالور الاول، وتحسهم كانوا بيلعبوا على مين اللي كان متهمش اكتر في الاتحاد. وفي المباراه بيحاول جيدي ماكدونالدز انه يهاجم ايجي ستايلز اثناء ما الحكم كان بيتشتت من كارليتو، لكن ايجي ستايلز بيتصدى ليه، وبيظهر بنتا وبيهاجم كارليتو وجيدي ماكدونالدز، وبيفوز في الاخر ايجي ستايلز، وبيطلع فين بالور هو المهمش اكتر. وهنروح للحدث الرئيسي اللي هيطلع سيدات. فبس كده خلص العرض. العرض كان عادي يعني، ما كانش في حاجه مميزه قوي غير هي فقره بس ايه بتاعت سيس رولينز وبول هيمن، هم دول اللي عاملين الاجواء في الرو لحد دلوقتي، ما فيش حاجه يعني جديده يعني في العروض. ومن العرض الجاي في الرو هتبدا تصفيات على المؤهل لمباراه الماني ان ذا بانك، وهيبقى في مباراه ما بين شيماس وجريس مولر، وهيبقى في مباراه ما بين ايجي ستايلز وبنتا والجورجا مندي، وهيبقى في كمان مباراه ما بين جي اوسو وبرون بريكر بس مش على اللقب. عرض عادي ماشي، اما نشوف العرض الجاي هيحصل ايه. اللي هو يعني احنا عاوزين سينا، عاوزين الحاجات دي، هي دي اللي بتحمس العروض. اما سينا فسينا بيقولوا ان هو هيظهر في ساتردي نايت على طول كده، وهيلعب مباراه مع ارثروس، بس يعني ما تفهمش يعني ايه اللي هيحصل. يعني اما نشوف ايه اللي هيحصل البناء بتاع العرض ده. العرض ده كمان اسبوعين او اسبوع، فادينا مستنيين هنشوف ايه اللي هيحصل. وبس كده يكون خلص الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتنزل تقول تحت في التعليقات رومان رينز هيظهر امتى بقى عشان نشوف حماس اكتر ما بينه هو وسي ام بانك. بس كده، سلام.